الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الأخ رياض المسلم منشور كتب فيه يزعم الرافضة أن أمة أهل البيت أفضل من جميع الأنبياء، ولنا في ذلك إشكال. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذكرت هذه الآية 4 أصناف من أهل الجنة وهم عامة أهلها، فأين يصنف الرافضة الأئمة 12 إن قالوا مع النبيين فقد خالفوا دين الإسلام؟ لماذا يا رياض؟ من أين أتيت بهذه الجملة خالفوا الإسلام وأظهروا الكفر؟ أي كفرين؟ لماذا الذي يتلفظ بالحقيقة كما هي يكون عندك كافرا مظهر للكفر؟ لأن الله ختم رسالته بالمصطفى. نعم، ختم رسالته بالمصطفى صلى الله عليه وآله، ولكن جعل للمصطفى صلى الله عليه وآله خلفاء أئمة 12 معصومون صلوات الله عليهم، لهم ما للنبي صلى الله عليه وآله، وقد حملوا ما حمله النبي. ليسوا أنبياء ولا مرسلين، ولكنهم أئمة، وهم والنبي واحد لا فرق بينه وبينهم، إنما هو نبي وهم أئمة، وكذلك هو إمام وهو أفضلهم معهم، وهو واحد لا فرق بينهم، مع هذا هو أفضل. نعم، فضله موجود عليهم، وكما أن فضله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين أجمعين، وهم كذلك أفضل من النبيين إلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأفضل من جميع الصديقين والشهداء والصالحين. نعم، وهم كذلك يحملون صفة الصديقين وصفة الشهداء وصفة الصالحين. نعم، يحملون المراتب الدنيا الأدنى والمراتب الأعلى. نعم، صلوات الله عليهم أجمعين، لهم جميع مراتب الخير والرفعة والعزة والشرف صلوات الله عليهم. وقول رياض إن قالوا يقصد الرافضة أي الشيعة، يسميهم هو الرافضة، وإن قالوا مع الصديقين سنقول لهم مرتبة الصديقين في هذه الآية جاءت بعد الأنبياء، وهي أدنى من مرتبة الأنبياء، فماذا ستختار أيها الرافضي؟ أختار، أقول لك أضعهم مع الرسول. أين تضع الرسول صلى الله عليه وآله يا رياض المسلم؟ في أي خانة تضعه؟ في خانة النبيين، فهم مع الرسول أينما كان صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وهم ليسوا أنبياء وإنما هم أئمة، وأفضل من جميع الرسل والأنبياء، ولم يكن هناك أحد أفضل منهم إلا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، مع أنه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم كذلك أفضل من
جميع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء، ولم يكن هناك أفضل منهم إلا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. فقولك القرآن الكريم يهدم دين الشيعة الإمامية، لا والله، القرآن الكريم يهدم دين أهل الشرك وأهل الدجل وأهل النفاق، بل ويثبت ويؤازر وينصر دين الشيعة. والدين الحقيقي دين الإسلام هو دين الشيعة، الإسلام الصحيح الحقيقي الواقعي. لا أدري هل نستطيع قراءة هذه التعليقات الكثيرة الطويلة أم لا نستطيع. نبدأ في قراءتها. حيدر فاضل التميمي مع الشخص تافه ومنحط، خليك بعيد عن الإسلام، خلي الناس تعيش حياتها طبيعية، لا تدور سوالف تعبانة. ليلى طالب أنت إنسان ساقط. حيدر فاضل التميمي أحسنتي فعلا. عاصي الخزاعي يقول السكوت عن الجهل جواب، إلى آخر تعليقه. حيدر فاضل يقول مع الأسف على الناس الموجودين وياه بالصفحة مثل هيك إنسان ما أتشرف بصداقته. ليلى تقول قد قلت لك أكثر من مرة لا تشير إلي بمنشوراتك، إلى آخر تعليقها. ليلى تعلق تعليق آخر تقول أدعو الجميع إلغاء صداقتهم، تقصد هنا مع رياض المسلم. وتقول تعليق لها آخر تقول فيه أن تقصد هنا أني سوف ألغي هذه الصداقة. ورياض المسلم يفرح بأقوالهم ويأتي بآية من القرآن الكريم، والآية تقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. المسكين يظن أن هذه الآية تشير وتنطق إلى غيره وغير جماعته، إلى الذين يحل له أن يسميهم هم أهل كفر وأهل نفاق وكذا، بل هذه الآية تشير إلى أهل الباطل. وأهل الباطل يا رياض المسلم أنت وجماعتك يا مسكين، أنت من أتباع ابن تيمية الذي يصف الله جل وعلا بأنه شاب أمرد جاعد قطاط، نستغيث بالله العلي العظيم عما يصفون ونبرأ إلى الله العلي العظيم عما يصفون. الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنتم تصفون الله جل وعلا وتتكلمون بكلام الناس، تغشون البسطاء والمساكين، تريدون تثبتوا أنفسكم أنكم من أهل الدين، لا دين لكم أيها المساكين. ليلى تقول لا تتحدث بالقرآن لأن القرآن بريء من أمثالك. حيدر فاضل التميمي يقول هذا إنسان زاحف لا يفقه شيء، فقط مسخ ولسق. ليلى تقول أحسنت. ليلى طالب تقول على جميع إلغاء صداقته. هنا لضعف النت لا تفتح هذه الردود الأخرى. حيدر فاضل التميمي أنت الباطل بعينه ولكن تعيشون بضلالة. رياض المسلم يقول يستمر عجز الروافض عن الدفاع عن عقائدهم الباطلة. أي عجز أيها المسكين التي ينسفها القرآن؟ أين الناس؟ القرآن ينصرهم، القرآن يؤيد ما يقولون يا مسكين، بل وينسف بعضها بعضا. فالحمد لله الذي وفقنا لإظهار الحق. أين الحق؟ إنما تظهر أمور اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان جل الله تعالى عما يشركون. وهنا يقول السيد سيف الموسوي
ثبرتنا هذا يأتي بتعليقات، هذا السيد تعليقه هذا تعليق بالكلام الدارج. ثبرتنا شو تريد؟ قلت لك تعال خاص. أكيد الأئمة سلام الله عليهم هم قاب قوسين أو أدنى من المعشوق، يقصد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم قاب قوسين، أي قريبين من الله كل القرب، لا أحد أقرب منهم إلى الله إلا جدهم النبي صلى الله عليه وآله، بل هم والنبي واحد، لا فرق بينهم وبين النبي. ويقول يصف قربهم من المعشوق، المعشوق خالقهم رب العالمين الله جل وعلا. هنا رياض المسلم يرد على السيد السيف الموسوي، يقول إذن الأئمة ليسوا أفضل من الأنبياء، مع أن مرتبة الشهداء والصديقين أدنى من مرتبة الأنبياء. السيد يرد عليه يقول كنت مفكر أتباع أهل البيت، أهل البيت طبعا أقصد هذه الكلمة مفكر خطأ بالإملاء، ربما مفتكر، ربما يعني يقول له أو أنك تفكر أن أتباع أهل البيت هل أفضل من الأنبياء والرسل وما عدا المصطفى الأمين. يعني هنا الكلمة هذه ليس لها وجود، ربما يعني المهم معنى الذي يقوله هذا سيد، معنى تعليقه يعني يريد أن يقول له أؤكد لك أن أتباع أهل البيت أفضل من الأنبياء والرسل ما عدا المصطفى الأمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يقصد في تعليق هذا السيد الجليل الموسوي سيد سيف. رياض المسلم يرد على سيد سيف يقول له إذن أين تصنف أهل البيت في هذه الآية؟ ويذكر الآية وهذه الردود لا تفتح لضعف النت. وحيدر فاضل التميمي يقول ألا تعلم لماذا السعودية قتلت الشيخ النمر؟ لأنه زلزل عروشهم، ومصر قتلت شحاته لأنه قلب موازينهم. هسه جاي بغل مثلك يتكلم عن الروافض، الحمد لله رب العالمين على نعمة العقل. ليلة تقول اتركوا الصداقة ولا تجادلوه إنه لا يفقه شيء. حيدر فاضل يقول أوكي، يعني يقصد جيد. هذا الأخ الذي كتب اسمه بالإنجليزي راميز رادي، ولا تحاول الخروج عن الموضوع، أجب عن السؤال فحسب، إلى آخر تعليقه. تعليقه يقول لأنه أي سؤال يبهتكم تبدأون في أنواع لأنكم على ضلال. أي ضلال أنتم لا تأخذون الحقيقة حين نذكرها لكم، وتتركون الحقيقة وتبقون تتكلمون في التدريج فقط. رأيت كل مناظرات السنة أي مناظرات أخي، أي هي مناظرات؟ هل هذه هي مناظرة إيش؟ سؤال تطرحه وقد أجبنا عليه بإجابات أوضح من شمس الضحى ولكن الحقائق. ماذا نفعل؟ ليلى تقول كل شريف عليه ترك صداقة هذا زنديق. وهذا يعلق في ضحكة يقول الروافض هم الزنادقة. ورياض المسلم يعلق في ضحكة يقول بعد عجز الروافض يريدون الهروب بإلغاء الصداقة، قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا المسكين يبقى يتكلم هكذا كلام غير مقبول، وربما له الحق لأنه لا يجد جواب شافي من تعليقات الأخوة أعزهم الله. الشيخ الخطيب خالد العزاوي يقول أيها الأحمق
يصنف الأئمة في هذه الآية بثلاث موارد وجميعها لهم وهم غير مصداق لها، وهي الصديقين والشهداء والصالحين. لماذا يفيدك بغض آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ المهم هذا ليس جوابه، هذا ليس جوابا على سؤاله. المهم سنجد الجواب الشافي من أحد المعلقين كذلك هنا في هذه التعليقات. الشيخ الخطيب خالد العزاوي يقول إذن هم أقل منزلة من رياض المسلم. يقول للشيخ الخطيب خالد العزاوي إذن هم أقل منزلة من الأنبياء. حيدر فاضل التميمي يطلق ضحكه ويقول أخوان أنا ما شايف حيوان مثل هذا رياض المسلم. الأخ هذا راميز رادي يقول تكلم في الموضوع ولا تبدأ بالسب والشتم. أنت تقول بأن لديكم علم، أجب هذا السؤال بعلمك وفقهك. الخطيب الشيخ الخطيب خالد العزاوي يقول لا ينفعك هذا التدليس، فعال الرسول صلى الله عليه وآله سيصلون أي يقيمون الصلاة، خلفهم الأنبياء، منزلة أكرمهم الله بها. لماذا هذا الحسد؟ لو كنت حقيقي لافتخرت بآل الرسول، لكنك أشد بغضا لهم من اليهود. أعوذ بالله. ها هنا في تعليقه هذا الشيخ يشير إلى الحادثات التي ستحدث إن شاء الله قريبا، وهي ظهور مهدي آل محمد صلوات الله عليه ونزول عيسى عليه السلام من السماء وإقامة الصلاة في المسجد الأقصى هناك في القدس، ويصلي المسيح عليه السلام خلف مهدي آل محمد هناك. وهذا جاء بهذا التعليق الشيخ الخطيب خالد العزاوي من أجل هذه القصة. هنا يرد عليه هذا راميز غادي يقول نحن أولى بآل البيت منكم، لأنكم أنتم من خذلهم وطعنوا في آل البيت. ومن آل البيت يقصد هنا السيدة عائشة رضوان الله عليها. تكلم يا شيخ الخطيب خالد العزاوي. رياض المسلم يرد على الخطيب خالد العزاوي يقول أيها الرافضي هذا ليس تدليس بل كلام رب العالمين، أما أنتم فتركتم كتاب الله واعتصمتم بحبل إبليس. ليلى طالب تقول فعلا لا بد من ترك الهرج والمرج مع الضلال رياض. وهذا راميز رادي يقول أنتم تعرفون السب والشتم فقط إلى آخر تعليقه. رياض المسلم يكرر منشوره هنا يأتي به فيضعه على شكل تعليق نتركه. لقد قرأنا فيما سبق السيد علي المفرجي يضع هنا تعليق رائع في غاية الروعة. يقول الإشكال يرد عليك أين تضع منزلة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن قلت مع النبيين بطل إشكالك، لأنك وضعت المطاع والمطيع بنفس المرتبة، وذلك لأن الرسول أفضل من جميع الأنبياء. وإن قلت منزلة النبي فوق ما ذكرت من الأصناف الأربعة فلا يبقى معنى لإشكالك، لأن منزلة آل البيت عليهم السلام مع النبي، وذلك تواتر روايات أفضليتهم على سائر الأنبياء. ولقد كتبت جوابا أنا في هذا وأعتقد قرأته ثم نسيت قراءتي له. هل فعلا قرأته أم نسيته ولم أقرأه؟ أن النبي صلى الله عليه وآله
محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين أفضل من جميع الأنبياء، هكذا جاء عنهم في سنته، وأن آله هم الامتداد الطبيعي له، فلا فرق بينه وبينهم إلا أنه نبي وهم خلفاؤه، وهو واحد في الفضل على جميع الأنبياء والملائكة وجميع عباد الله الصالحين. نعم. ودليل هو حملهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، ومن أجل الحفاظ عليها قد فدوها بأنفسهم الطاهرة صابرين محتسبين، قد لاقوا جميع المصائب والبلاء من أجل الحفاظ على رسالة النبي محمد، وهم من أوصلها إلينا سالمة من نفاق المنافقين ودجل الدجالين الذين قتلوا أهل الإسلام باسم الدين وما زالوا أسلافهم هكذا هم فاعلين. وهنا يقول يرد على رياض المسلم، يرد على سيد علي المفرج، يقول: نعم، أضع النبي في خانة الأنبياء، أليس محمد نبي من الأنبياء؟ الشيخ الخطيب خالد العزاوي يقول: رياض، أنا أفتخر بنعتي أيها الرافضي، لأن النبي كان رافضيا حين عرضوا عليه أجدادك بعض العروض. هم الناس الذين كانوا من قبل بعثة صلى الله عليه وآله لم يكونوا أجداد رياض فقط، بل أجداد رياض وأجداد الشيخ الخطيب خالد العزاوي وأجدادي وأجداد غيري، الأوائل من العرب، وهم قريش أمام النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، سادة العرب كانوا ورفضوا، ومنهم أبا لهب الذي نزلت فيه سورة تبت يدا لهب وتب إلى آخر ما جاء عن الأوائل. المهم يقول رياض، يقول في تعليقه الشيخ الخطيب خالد العزاوي: رياض، أنا أفتخر بنعتي أيها الرافضي، لأن النبي كان رافضي حين عرضوا عليه أجدادك بعض العروض. لماذا قلت؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما فعلت، فنحن أحفاد هذه المدرسة ولن نقبل بغيرها، ونحن روافض للبغي والشرك والنفاق وبغض آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، نكتفي من قراءتنا لهذا الموضوع وما جاء فيه من ما جاء من تعليقات. الحمد لله رب العالمين.